ذقت منا الذلة، أي ذلة. تزامنا مع ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، أقام مركز باهرون عرض مسرحي على حدائقه تجسيدا لهذه الشخصية العظيمة. عمل مسرحي يعني هو جزء من برنامج الأمسيات الرمضانية اللي يقدمها مركز باهرون. هذه السنة كانت بالتعاون مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. العمل المسرحي يرمز إلى شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رمز الإنسانية، رمز المحبة، رمز الجمال، رمز العدالة لكل شعوب الأرض. الحقيقة أنه يعني كان ضروري أنه تقدم هذه المسرحية في مكان عام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر حضوركم وجهودكم في نقل آخر الأخبار الفنية والاجتماعية في كربلاء، والحقيقة هناك رسالة عظيمة يحملها الفنان سواء كان في التشكيل أو المسرح وغيره. اليوم حقيقة هو يوم عظيم وأليم، ونعزي الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. وقد أبدع الممثلون في المقارنة للوضع السياسي الذي كان يعيشه الإمام علي عليه السلام مع الوضع السياسي السائد، وكيف يستطيع الحاكم أن يرفع من شأن الرعية. في أمسية رمضانية جميلة وعلى حدائق مركز باهرون للثقافة والفنون قدمنا مسرحية لو كنت بيننا للكاتب لؤي زهرة، والذي تشرفت بأن أكون مخرجا وممثلا مع زملائي الفنانين الآخرين بذكرى الأليمة لاستشهاد أمير البلغاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الإسلام اليوم ذكرى استشهاد الإمام أو جرح الإمام علي بن أبي طالب، هذا الرجل، هذه الشخصية التي ألهمت عظماء التاريخ لما تجسد في شخصيته من قيم الإنسانية والمبادئ والمثل العليا. هذا الرجل الذي لا ينضب معينه أبدا، وهو الذي قال ذات يوم: العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. مسرح الشارع بدأ في أثينا على شكل مقطوعات فلكلورية، حتى صار ذا طابع احتجاجي على الحروب والظروف الاقتصادية، وصولا إلى نقد الحالات السلبية في المجتمعات عامة، بما فيها ما رأيناه في هذه المسرحية. من كربلاء المقدسة إلى المركز العراقي لحرية الإعلام، حامد عبد الخالق.